ايه رأيكم في وصفة السمك دي النهاردة؟ عايزين تعرفوا وصفة السمك الصيادية دي اتعملت ازاي؟ يا ريت تتابعوني عشان تعرفوا الوصفة دي اتعملت ازاي، وطريقة السمك الصيادية اتعملت ازاي. طبعا دي طريقة سمك صيادية على الطريقة الدمياطي، من غير اي طماطم ومن غير اي حاجة فيها، واللون طبيعي، لون السمك جميل جدا. طبعا شايفين اللون. ف يلا بينا على الطريقة وال والمقادير عشان نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نروح كده نصلي كده على رسولنا، ونقول اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا تعالوا بس الاول نذكر الله كده، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده معانا وصفه جديده من مطبخ ميرو مختار، هنعمل فيها السمك الصياديه بس على الطريقه بقى الدمياطي، حاجه كده بقى خرافه بقى، وتنفع الشتاء اللي احنا فيه ده. معايا هنا سمك بوري. هتقولوا له بور، هقول لكم ايوه البوري، سمكيه بوريه كده منضفاها حلو، ونقعها في ميه وليمون وملح، وصفتها وسبتها كده في قلب المصفى الميه بتاعتها، تصفي الميه بتاعتها. ومعايا بصلايه مقطعه مكعبات. انا هنا مقطعها مكعبات، وعندي هنا الحله على النار، حاطه فيها معلقتين زيت عشان احمر فيها البصل. طبعا في ناس بتحط صلصه مع شوربه الصياديه، انا ما بحطش اي صلصه خالص ولا اي طماطم فيها خالص نهائي. انا بستعمل البصله وبس، ازيد من كده ما بحطش في قلب شوربه الصياديه. انا هنا هبتدي بقى احمر البصله عندي. احنا عندنا هنا الضمايطة اساسي، بنحب حاجة اسمها صيادية، وبنعمل الصيادية بالسمك البوري. هفضل كده اقلب في البصل لغاية ما يحمر معايا وياخد اللون الاحمر الجميل بتاعه، اللون البني دوت البني بتاع الصيادية المعروفة. في ناس بتحب تعمل مع السمك الصيادية الرز الاحمر، يقول لك صيادية يبقى رز احمر. انا عندي كابن بيبقى اخف الرز الابيض، بيبقى خفيف جدا مع الصيادية. وعندي اصلا كده الولاد ما بيحبوش الرز الاحمر، فبعمل لهم رز ابيض. طبعا انا هنا بفضل اقلب في قلب البصلة لغاية ما تحمر معايا. هنا ادي تاني كده مرحلة من البصل بدأ يدبل معايا. طبعا ما احناش عايزين اللون ده، احنا لسه عايزين كمان يحمر كمان زيادة عن كده. فهقلب في البصلة حلو كده، واهم حاجة تبقى ايدي في قلب البصلة عشان ما تتحرقش. شايفين ادى البصلة بدأت تحمر مني كمان وتغمق. طبعا لسه كمان عايزاها الدرجة الغامقة عندي كمان. فبقلب فيها كده، وايدي على طول في قلب البصل، وبقلب فيها كده دايما. هفضل اقلب في البصلة كده. هنا خلاص البصلة بدأت تحمر عندي، انا عايزاها اللون ده كده، لون البصلة عايزاه اللون الاحمر ده كده، او البني الغامق ده. عندي هنا المدقة بتاعت هطلعها هنا في قلب المدقة عندي. بصفيه كده خالص من قلب الزيت، وبطلع البصل عشان ما يحمر زيادة عن كده. البصل ده بقى هدقه بايد الهون. ممكن تطحنيه في قلب الكبة، بس انا بحبه كده اما بيدق بيبقى طعمه احلى. وانا هنا عندي مية كنت مسخناها، نزلت عليها في قلب الشوربة، في قلب الحلة عندي مكان البصلة. انا مش مليت الحلة مية، انا حطيت شوية كده، ربع الحلة كده، لان لسه هنزل فيها البصل تغلي شوية فيها، وانزل فيها السمك.
انا عندي هنا البصلة حطيت عليها ملح وفلفل وكمون. ادي كده الفلفل، يعني ما نحطش كتير، حاجة بسيطة كده من الملح والفلفل والكمون. وده كده برضو شوية صغير من الكمون. ابتدي بقى عندي هطحن البصل، عندي هدقه ناعم جدا. طبعا قلت لو انت عايزه تضربها في الكبه اضربها في الكبه، بس انا بحبها تبقى كده. انا هنا خلاص دقيت البصل عندي. هرجع البصل ده هحطها تاني في قلب الميه. هنا ابتدي بقى انزل البصل في قلب الميه، واسيبها تغلي دقيقتين 3 علشان انزل فيها السمك. بقلب هنا البصل علشان يفك في قلب الميه. شايفين الميه بقى لونها جميل ازاي؟ طبعا هسيبها تغلي كده دقيقتين. هنا المية اتغلت عندي، وشايفين اللون، لون الشوربة بقت جميلة ازاي. طبعا انا ما حطيتش اي طماطم نهائي خالص ولا اي صلصة خالص في قلب الشوربة. هبتدي بقى انزل السمك عندي. طبعا نخلي بالنا واحنا بننزل السمك. سمك الصيادية ما بياخدش وقت ابدا في قلب المية، يعني يا دوب بس بيغلي 10 دقايق كده ونطفي عليها. هغطي هنا الحلة عشان يبتدي ياخد لون عندي، وهرجع ازود السمك ميه. انا هنا خلاص زودت السمك ميه. في عندي هنا قبل ما بطفي عليها بعصر عليها ليمونه. بعصر في الشوربه ليمونه عشان لو فيها اي زفاره ولا حاجه بتضيع الزفاره بتاعتها. هنا انا حطيت الليمونه عندي، وهطفي بقى على الشوربه. طبعا بصوا ما اقولكمش على الشوربه ديت طعمه ازاي. حاجه كده وهم كده. وزي ما احنا عارفين ان السمك ما بياخدش وقت في الغليان، يا دوب 10 دقايق بس كده يغلى عندنا ويدخل في السوا ونطفي عليها. انا هنا خلاص خلصت الاكل بتاعي. طبعا شايفين جمال الشوربة بتاعت الصيادية، والسمك اخد لون طبيعي، اللون البني الحلو كده بتاع الصيادية اللي احنا عارفينه، من غير اي طماطم ومن غير اي صلصة. ما اقولكمش بقى على، هقول لكم تعالوا تغدوا معانا. وطبعا زي ما قلت لكم انا عامله الرز الابيض حسب طلب الاولاد. اتمنى يكون الاكل النهارده عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واترككم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.